ممكن نبدا موضوعنا النهارده، غير ان انت مبسوط ان انت معايا علشان انا بحبك. انت عارف انت عارف انت من الناس اللي اثرت فيا كبني ادم، بالرغم ان احنا ما نعرفش بعض من كتير. والله العظيم انت دورك في حياتي مؤثر والله العظيم جدا وحياة ربنا. وانت بحسك ما بتصدقنيش، بس انا قبل ما نتكلم في الحاجات دي قول لي انت جيت من لسه كنت فين؟ احكي للناس كنت فين. جيت انا اسمي اسلام. اصل انا رحت الكراكون. انا اسمي اسلام. جيت النيابه، كان في علامات العربيات عندنا اتسرقت. العلامات بتاعت العربيات، فروحنا عملنا محضر. بس هل انت حاسس ان الموضوع بتاع العلامات ده، يعني انا مش عارف لو انا رحت لعربيتي لقيت العلامات مسروقه، هل انا هاخد الخطوه ان انا اروح اعمل محضر بعد الشر؟ لا، ما هو يعني هل مستاهله ان انا لا مش بقول انا هي فلوسها كتير. ما انا هقول لك ليه احنا رحنا. لان هو جالنا في اول الشهر اللي فات، خد العلامات. هو مين ده؟ الحرامي. الحرامي جالكوا جه خد العلامات، فاحنا اكتشفنا. هو جه يعني خدها، سرقها قصدك؟ سرقها، انت بتقولها بطريقه كأنه جه له مساء الخير يا جماعه انا جاي اخد العلامات واتكل على الله. جه سرقها ماشي ومشي، وقلته خلاص. فانا دورت في الكاميرات. عندنا كاميرات. ايوه دورت في الكاميرات ايوه الكاميرات ما جابتوش ليه؟ اعمده الاناره اللي قدام البيت، عشان انا بكلمك بصيغه المحاضر. ايوه العواميد بتاعت النور ما كانتش شغاله، كانت خارج الخدمه. كان فيها عطل. انتوا واخدين كهرباء من عمود الاناره؟ لا، إيه؟ ما هي الكاميرا هتشوف ازاي؟ ما هو دي الشارع. هي دي كاميرا بتاعتكم ولا بتاعت الشارع؟ دي كاميرا بتاعتنا، بس جايبين لها كهرباء منين؟ عشان ده محضر اكبر من محضر. لا الكهرباء بتاعتها من عندنا. طب ما ايه اللي مش شغال؟ ما هي العواميد مش شغاله، فالصوره ما كانتش واضحه. فما عرفناش نشوف لو النور يعني اعمده الاناره ما كانتش. انت بكلمك بصيغه المحاضره. انا رحت في سكه كهرباء اللي جاي من عند اعمده الاناره ما كانتش بتعمل بالشكل المطلوب، فبالتالي الشكل متفق عليه الدنيا كانت معتمه ضلمه. فالراجل سرقنا ومشي، فانا ما لقيتش ان انا هعرف اجيب حاجه اروح اعمل بيها محضر، فما رحتش. يعني انت اصلا من اول سرقه كنت مخطط انك تعمل محضر؟ ايوه طبعا. اصل انا بكسل قوي في الحاجات دي، يعني الا طبعا يعني لو عربيتي اتسرقت هعمل محضر، لو الازاز اتكسر واتسرق حاجه من جوه هعمل محضر. أيوه. بس العلامات لو اتسرقت هبقى عايز اروح اتخانق اكتر. ما هو وبعدين الواد بقى حك العربيه بالمفك، فانت زعلان على التجريح بتاع الصاج. أيوه اكتر من العلامه. أيوه طبعا طبعا. فما رحتش. ودي مش عربيتك انت؟ لا، العربيتين انا وياسمين. اوكي. وبعدين جالنا بقى، هو بقى فك العلامه عند عربيه ياسمين، العلامه اللي قدام والعلامه اللي ورا. حلو. اللي هم الجناحين بتوع العلامه بتوع الماركه. وفي دوريه في النص كده سابها، ما خدهاش. يعني الوقت ما اسعفوش. حصل حاجه فاضطر يتوكل على الله. غالبا بقى راح يبيعها، فقالوا له لا ده ناقصه. فرجع لنا بعد 10 ايام خد بقى بجد والله. وكان برضه طب والكاميرات برضه ما كانتش شغاله؟ لا يعني الاناره برضه كانت فيها مشكله، ما جابتوش. احنا النهارده في البودكاست ده اسمه على الاسفلت مع دوبيزل. والله ده فطبعا انت ممكن ايام كتير على الاسفلت والله. لا ما احنا هنيجي لها. خلي بالك انا برضو جايب الموضوع من بعيد. انا ما هو احنا هنيجي لبعيد ده. لا شقيت والله. شيء جامد والله العظيم. وبعدين حلاوتك ان انت الناس اللي ما بتتغيرش دي، اللي هي تيجي تشوف له صور من 10 سنين قبل ما يقتليه، هو نفس الطيبه نفس البتاع. فالبودكاست ده يبان ان هو بتاع عربيات قوي، بس احنا برضو مش هنزنقك قوي في موضوع العربيات على قد ما انا. بس احنا جامدين قوي. ما انت بقى انا بقول لك ده واحد جاي من محضر سرقه عربيه. فاللي هو يعني هو بقى كله عربيات. مناسب وملائم جدا على المحتوى. بس تركيزنا النهارده في الحلقه مينلي هيبقى على فكره الدور السوشيال ميديا والتغير اللي عملته في قطاع السيارات. بس طبعا انت مالكش دعوه بقطاع السيارات، انت جاي بس يعني مالكش دعوه بالموضوع. لا انا معاك في اي حاجه. انا عايز اعرف دورها عليك انت، لان انت الناس كلها عارفه ان انت بدات سوشيال ميديا. لا قبل السوشيال ميديا انت كنت اصلا بعيد عن الموضوع خالص. لا فاحكي لنا بقى يعني اللفه دي جت ازاي، وامتى قررت تغير حياتك كلها بسبب السوشيال ميديا كده؟ البدايات، او يعني من قبل البدايات كان انت كنت شغال في بنك. شغال في بنك. احكي لنا بقى. شغال في بنك وعادي بروح البنك وارجع من البنك والدنيا ماشيه. كنت مدير يعني في مدير يعني طيب قوي. كنت مدير. هو انت طيب ولا انا مش قادر برضو احدد؟ خلي بالك انت طيب مش ولا دايما لا؟ بس يعني انا نفسي اشوف لك يعني حتى طيب. لما بتطلع تعمل فيديو بتتكلم فيه عن حاجه انت مستاء منها،
بتبقى طيب قوي قوي يعني قوي يعني طيب بطريقه. انا بشوف ان مفيش حاجه مستاهله، يعني الدنيا ايه، هي يا باشا يومين وسلام عليكم. ايوه صح، والله العظيم هو نفس داخل ونفس خارج. وسلام عليكم. فبدات بقى بنك بس. وكنت مبسوط، ما عندكش الدنيا ماشيه، بس كنت عايز ابقى مذيع اصلا. مذيع ايه نوع المذيع؟ مذيع راديو يعني. يا راجل احمد ربنا ان انت ما بقتش مذيع راديو. لا والله كانت في اوقات، لا في وقت لا من الاوقات كانت حلوه قوي. هي ما زالت حلوه، انا بهزر حلوه. بس هي لا هي برضو السوشيال ميديا اثرت عليها كشغلانه، عشان برضو نبقى صراحه. طبعا السوشيال ميديا اثرت عليها شويه. صح. بس انا الحلم ده كان عندي امتى؟ 2007 و2008، وقت لسه بقى مكان اكرم ويوسف حسيني. أيوه. وكتير وجيهان عبد الله كان في عز الراديو وقتها. لا كان نفسك تبقى كده، وقصه بقى والناس ومصر كلها بتسمعهم الصبح فطبعا انا عايز اروح مع الناس دي. انا ممكن اعمل حاجه، يعني انا اقدر اعمل حاجه معاهم. أوكي. ايه هي الحاجه مش عارفها، بس من جوايا عندي فاهم احساس. وبعدين مات بقى طبعا مع الزمن، مع البنك بقى مع الزمن. فاهم، بنك صعب، مش عارف ادخل ازاي، مش عارف ونعملها ازاي، مش عارف. شغلانه البنك بحسها ما بتديش وقت اللي بيشتغلها ان هو يعمل اي حاجه تانية جنب حياته، يعني شغلانه صعبه قوي، وبالذات بقى لو مدير بقى. انا بالذات لو مدير طيب. ما كنتش مدير. حاضر يا ولاد هشتغل انا. روحوا انت يا ولاد. ايوه نفسي اجي اشوف يوم. لا والله كان بس يعني انا اتشغلت، يعني قصه البنك دي كانت من بدري اتشغلت فيها، فما كانش فيه وقت. لحد ما جيت 2018 ياسمين بقى كانت سبقتني، دخلت هي السوشيال ميديا. ايوه انا عارف 2012 2013 بعد ما خلفنا ابني الثاني الصغير. اوكي. قالت لي انا هتوكل على الله بقى. قلت لها توكلي على الله، خليك انت في بنكك بقى. ما انا قلت لها بقى انا ايه، كانت شغاله حاجه قبلها معايا في البنك اصلا، قصه حب جنب البرنتر. ايه ده انتوا في نفس البنك؟ لا يا راجل. والله، وكنا هنشتغل مع بعض في نفس التيم. وبعدين لما خطبتها بقى ما ينفعش تشتغلوا اتنين متجوزين يشتغلوا في سيم ديبارتمنت. رافضينكم انتوا الاثنين؟ لا نقلوها هي. بجد والله نقلوها هي. وانت كنت مديرها؟ انا كنت مش هبقى مديرها، يعني زي السوبرفايزر يعني اللي هو ادم سنه صغير. اوكي. بس هي راحت بقى راحت مع مدير تاني طلع عينها بقى، فقامت مستقيله بقى. لك ولا يوم من ايام اسلام حبيبي. لا والله انا ما لحقتش اشتغل معاها خالص. فهي بدات سوشيال ميديا قبلك. بقت هي مديرتي في البيت بقى. هي اصلا بحس ان، خلي بالك، انا بحس ان ياسمين مديرتنا كلنا، حتى لو انا ياسمين يعني هي ليها لا كاريزما معينه كده فيها في هيبه كده. ده حقيقي. والله انا نفسي، شوف انا ماليش دعوه، انا بره الموضوع. بس لما بنتوجد في حته بحس ان لازم يبقى ليها احترامها ونسمع اللي هي هتقول عليه. ايوه يعني ممكن يبقى غلط بس لازم نسمع. بس هي سبقت بقى، دخلت السوشيال ميديا. انا جيت على 2018 قلت لها انا لو ما عملتش حاجه هموت بقى، هيجرى لي حاجه. كنت زهقت من شغل البنك؟ خلاص ابتديت احس ان انا لا يا جماعه انا لا انتمي اكتر من كده الى هذا الموضوع. او لازم يكون في حاجه جنبها بس بنفذ فيها. غير ان اروح جيم والعب رياضه والحاجات. انت مواظب على الجيم من زمان؟ بحب عموما الرياضه، مش بفترة يعني، بس ما بقطعش. نبقى كويسين. نبقى كويسين عشان لو حبيت اكل، لان بحب الاكل قوي. بس بتعك مع الجيم؟ الاكل طبعا. ما بيتخنش؟ لا ما انا بعكش كل يوم. انت ليك ايام معينه؟ يعني ممكن عايزك تبقى تقول لي نعك مره في الاسبوع مثلا. بس 18 بقى ابتديت، كان جروب الاول على فيسبوك كبر، وبعدين صفحه على فيسبوك. الجروب ما كانش له دعوه بيا. امال ايه؟ الجروب كان اسمه هاوز ورك، كنت عامله عشان ميمز وكوميكس على الشغل. انت اللي كنت بتعملها؟ انا بقى وناس تانية طبعا. ما هو الجروب فيه ناس كتير. ولو كان في مثلا فيكنسيز، شركات عايزه، كان بيجي دوبيزن معانا برضه. بجد والله؟ كان ساعتها ممكن الناس بيستغل وبتاع. بس الجروب ده كبر. بس اتمرنت، كان في تمرينه بقى حلوه قوي في الجروب. ايه بقى؟ انا كنت عامل حاجه بقى عبيطه جدا بس كانت حلوه قوي. ايه؟ كنت بطلع كل جمعه بعد الصلاه لايف، احكي ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات في الجروب، واقول مثلا احمد وكيل نزل ميم اللي هو اخبار. لا اخبار الجروب والله. واقول الشركه الفلانيه يا جماعه نزلوا، كانوا عايزين مثلا طالبين موظفين كذا، ما قدموا كده. طب والجروب ده كان عليه كام شخص؟ قعد يكبر لحد ما بقى عليه 12000 باين. اوكي. وكان الفيديوهات دي الناس بتعلق عليها بقى لذيذه بقى. وبعدين اصحابي بقى جوه واحنا كله كومن فريندز جوه. اغلبيه الميوتشوال فريندز جوه، فاحنا عارفين بعض اوريدي. دي بقى كانت تمرينه حلوه قوي للكاميرا. ايوه طبعا. انا عايز لسه الفيديوهات دي موجوده؟
اللايفات دي مش موجود. دي لايفات كانت لايفات على الجروب من جوه ماشي. الجروب، من يعني جوه حاجه الجروب. عجيبه جدا. 12000 محدش بيعمل كده بقى. حسب مين اللي موجود فيهم بقى. الله اعلم بقى مين آه. اللي قاعد فاتح بعد الصلاه عند يشوفنا. ايوه. وبعدين الموضوع كبر شويه، الجروب بطل يكبر، لان الجروب انا كنت عامله برايفت، فلازم عشان يكبر يجي انفيتيشن من جواه، فخلاص كله دخل بعضه خلاص 12000 واحد. ولا وبعدين الناس مش عايزه تدخل زياده من شغلها ومديرينها ما يشوفوهمش، عشان عشان هو جوه عايز يشتم يعمل يسف على مديره وبتاع، منطقي. مش عايز يتشاف. منطقي طبعا. قمت عامل بيج بنفس اسم الجروب، بس مفتوحه بقى للناس كلها. بيج بقى بابليك بينزل عليها اسمها الميمز. هاوس ورك برضه. موجودين لسه لحد النهارده. بينزل عليها الميمز، وبعدين يتعمل لها شير بقى من البيج للجروب. يعني تقدر تشير بقى وتقدر أوكي. كل حاجه. البيج دي كبرت شويه، ابتديت انزل فيديوهات ليا انا بعمل اسقاط على الحاجات اللي بتحصل جوه الورك انفايرمنت. اوكي. الاتش ار بقى وبتوع الليجل والفاينانس وكده ونهزر وكده، بس لحد ما الفيديوهات دي ابتدت تتشاف واحده واحده بالراحه، لحد ما جه فيديو من الفيديوهات لقيت جوز خالة ياسمين كان شغال ساعتها في دبي، بعت لها فيديو من فيديوهاتي على الواتساب، صحابه في الامارات كانوا عاملين له شير مع بعض. قلت خلاص انا لازم اعمل صفحه باسمي عشان الناس تبقى عارفه مين اللي جوه، ما هو ما حدش بيريليت. بس وابتديت بقى الناس ده كان ده في 2018 18 و19 يعني على 19 كده خلاص بقت الصفحه بتاعتي انا اللي باسمي خلاص عليها مثلا نص مليون مثلا. لاني كنت بعمل حركه بقى لذيذه، ما انا بنيت الجروب والبيج اللي هم هاوس ورك بقوا كويسين عليهم فولورز. هاوس ورك دي وصلت ل 200 وشويه او 300، فبقيت لما بعمل فيديو على اسلام فوزي اقوم عامله شير على البيج الثانيه وعامله شير جوه الجروب. فبقت جمعيه ودايره بتلف بس. ومشيت بقى وكل ده كنت بتعمله وكنتش لسه سبت البنك؟ انا سبت في اخر 21 وكنت قادر تعمل ده مع البنك يعني. بس ما كانش بنفس طبعا لا مش بنفس القوه دي، الديديكيشن بتاع دلوقتي. مش بنفس انت مش كمان مش مركز نفس التركيز، بس كنت شغال. ماشي. لحد ما جت 2020 وقعدنا في البيت بنورك فروم هوم. وقتي بقى طبعا انا بقيت بكنترول وقتي بشكل مرعب، فخلاص 2020 دي كانت انطلاقه بقى. 2020 بدات تركز بقى في بس بجانب الشغل طبعا، ما انت شغال من البيت يعني اتليست فيك 3 ساعات بتوع اللبس والنزول والرجوع ده انت وفرتهم. فبالنسبه لك انت كسبان وقت بقى، يعني بشتغل مثلا اللي بشتغله في اليوم والباقي انت قاعد وما بننزلش وما بنخرجش، فانا مركز. امتى بقى جالك القرار ان انت انا مش هكمل؟ بص احنا لما جت 2020 كان ورك فروم هوم، وبعدين لما رجعنا 21 عملنا الاول 50-50، يعني تنزل يومين و3 من البيت او 3 ويومين من البيت، فكنت شغال برضو. اول ما قالوا لنا تنزلوا فول تايم جالك فوبيا؟ انا ما بنامش بقى خلاص، لان مش قادر. لا مش بنام، يعني بنام في اليوم عدد الساعات اللي بنامها في اليوم ممكن يبقى 2-3 ساعات، لان بخلص بنك ومعايا تيم بقى في رقبتي، مش هينفع اغيب ومش هينفع عشان التيم برضه ما يصحش، فبروح اخلص ارجع البيت اشوف انا هصور ايه على ما استقر واظبط الفيديو واظبط الدنيا واصور وايديت. وكل ده كنت لوحدك لسه؟ لوحدي. الاقي خلاص انا بنام مثلا الساعه 2-3، هقوم اصحى الساعه 7:30-8 انزل، لقيت نفسي بقى على بعد 3-4 شهور انا بتجنن خلاص بموت. والحمد لله كان خلاص بقى، يعني كنت عملت بقى بيس كويس، فولورز كويسين، وكنت مأمن شويه فلوس على جنب ان دول المدارس اهي، ما انت في ريسك برضه. بس ما انت برضه ده اللي انا عايز اوصل لك فيه. ان انت القرار برضه ما زلت عند الحته انا دي، قرار ان انت قعدت كام سنه في البنك؟ من 2000 في البانكينج من 2005 لحد 2021. طيب يعني انت بتتكلم في 16 سنه. فقرار بقى انك انت علشان انت بقى عندك فيديوهات بتفايرل وبقى عندك فان بيس، فتقدر ان انت تاخد القرار ده ان انت تسيب البنك وتركز في ده قرار. وعندك بقى اولاد وعندك بيت وياسمين، يعني عايزك تلاقي اليوم، فاكر اليوم اللي انت خدت فيه القرار ده؟ طبعا فاكره كويس. وياسمين كانت موافقه مش موافقه؟ انت ياسمين كنت موافقه خايف؟ طبعا، ياسمين فاهم عايزاني ما اتحركش من جنب، اقعد هنا. هي كانت سابت البنك اوريدي؟ طبعا. عشان السوشيال ميديا برضو. فهي برضو هي شجعتك. ما هي عارفه، وبعدين هي عارفه، هي ساعدتني كتير قوي، لان هي عارفه بقى بنبدا منين، يعني انستجرام ده انا كنت افهم فيه حاجه. اوكي، فهمتك بقى ايه اللي بيتعمل. عائله وين ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا.
فشايف اللي هناك ده بيقبض قد كذا حاجات كده. الانستجرام ده ما بيعملش حاجه، ما بيكسبش حاجه، ده غير لو لا ما بيكسبش حاجه، بس اقصد البيزنس كله عليه. ايوه بالظبط، البيزنس كله عليه، هو بيزنس قوي. ايوه وانا بحترمه في كده، يعني انا بحترم انا برضو، انا انستجرام. بالنسبه لي ده المفضل. القرار بقى، احكي لي على يوم القرار ده. قرار بقى انا إنك رجعت تقلب حياتك الى سوشيال ميديا. رجعت ياسمين، قلت لها ياسمين خلاص انا صليت استخاره، وكنت مكلم انا كان اهم واحد يهمني في الليله دي كلها ابويا. اوكي. بابا دلوقتي 1 2 3، وانا بكلمه انا متاكد هو ستايله ايه؟ انه هيقول لي لا. هو ستايله اللي هو وظيفه وشغل والدنيا. هو مهندس واشتغل طول عمره في مكان واحد، قضى فيه حوالي 38 سنه، وكان فول ديديكيتد للموضوع، لدرجه ان في ايام ما كناش بنشوفه، بيبقى مسافر وبيشتغل فانا ما كانش شاغلني راي ياسمين على قد ما شاغلني راي ابويا. انا عايز اعرف بابا هيقول ايه. بابا هيعمل فيا ايه؟ بابا هيحرمني من الميراث امتى؟ بابا هيهزقني. حكيت له الظروف وقلت له 1 2 3، وانا خلاص انا اتحطيت في موقف انا لازم اختار. خلي بالك كمان لان جوه البنك ابتدوا يقولوا ايه ده اسلام مش مركز. وده كان فعلا حقيقي بقى، كنت حاسس ان انت خلاص. لا انا كنت والله انا كنت مركز، بس انت عشان طيب، وكنت لو من الاول لو مش كنت بتديهم على دماغهم. لا لكن انت عشان انت طيب. لا والله كانوا الناس كلهم محترمين. ما هو محترمين وقلت عليهم حاجه، بس انت طيب. فابتدوا يقولوا بقى كده ورطرات الكلام. وبعدين كنت ادخل الميتنج، انا قاعد بالميتنج مركزين، وانا كنت اخر شغلانه كانت ريسك شغلانه تقيله عارفها بس. فالاقي بقى اللي جنبي بيقول لي بس فيديو ام ايه امبارح. يا ابني ام ايه ايه؟ ام ايه احنا في ايه ولا في ايه؟ اللي بقول لك ريسك. داخل تناقش بقى بفلوس وبتاع وبادجتس فلقيت ان الحل الانسب لا القصه دي مش نافعه خلاص. وابتدى بقى يجي لي اوبورتيونيتيز مثلا سفر وايفنتس وحاجات انا بسيبها عشان البنك. ايوه انا حصل لي نفس القصه دي، بس كانت قرار. يعني انا قررت ان انا اول سفريه جات لي استأذنت المدير، قال لي مش هينفع، رحت مستقيل. طب انا رايح معلش. ما هو ده وبيحبني لغايه دلوقتي وبيقول لي انا بتابعك بس يا باشا سبت بقى قلت لبابا بقى، قال لي ما تقلقش استقيل. كانه بقى كان بيشوف فيا حاجه هو كان عايز يعملها وما عملها، ما اعرفش. بس هو شجعك، قال لي ما تخافش انا وراك، انا في ظهرك. اول ما هو قال لي كده رحت معيط. انا بقى بص انهارت. بكره ومديري حبيبي الله يرحمه قعد يقول لي طب نزود الفلوس، طب يا ابني والله ما قصه فلوس. انا حياتي بايظه، انا عايز ايوه انا زهقت منكم والله. انا مش طيب طيب قوي كده زي ما انت فاكر. طب انت ماشي جاي لك اوفر تاني؟ قلت له والله العظيم ما جاي لي اوفر تاني، لان البنوك عامله زي فرق الكوره زي الانديه. ايوه ما انا شفت. انت بتسيب وتروح وغيرك عارف انا كنت بانكينج قبل كده. انا عارف. انا ليا سي في البنوك، بس مش الحلقه مش هتكفيه. ما ده عزه سي في. انت الوقت اللي انت كنت فيه ده كنت سي في قوي قوي ومن الناس اللي علمت في القطاع المصرفي هنا. يا سلام والله بكلمك جد. انا كنت مصرفك ايه يا احمد؟ القطاع المصرفي والله عملت شغل كويس والله. هم بس ما يعني عملنا شغل عينك زي الفل يا حسن والله. لا هو الفكره اصل الفكره ان هم حاولوا معايا كتير، بس هم حسوا ان انا مش فاهم الميكانيزم بتاع البنك. يعني انا كان مشاكلي اكبر الديبت الشرير والكريدت الطيب. يعني كان كل مورنينج ميتنج الصبح في الفرع، الله يمسيهم بالخير، كنا نقف كلنا كده ونقعد بقى يراجعوا. هم عارفين ان انا الجديد، بس انا قعدت معاهم يعني قعدت 6 اشهر مثلا، بس غيرت حاجات في القطاع المصرفي. فمدير الفرع يروح جاي رامي لي انا سؤال مخصوص، يقول لي بقول لك ايه يا وكيل كذا 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 ايه، فاروح مجاوب عليه في حاجه في ديبارتمنت تاني اصلا ملاش اي علاقه، فيروح كل الفرع ضحك. والله العظيم انا كان معايا ناس، البنوك مليانه ناس والله العظيم دمه. احنا كان في ايام والله يعني بموت وبعدين كان معايا شله لا مجرمين يعني كلهم مجرمين. يعني ما فيهمش حد سليم عقليا. ما في مره مديرتنا دخلت علينا، البنوك كان بيبقى فيها اكياس اساتك كتير كده، احنا ما كناش في فرع، احنا كنا باك اوفيس. ففي اكياس الاساتك دي موجود، هي عهده عند اي اداره بيهم. دخلت لقيت كنا يوم بقى متاخرين، كان اخر الشهر وتقفيل وبتاع، دخلت لقيت الارض فيها اساتك وناس بقى ورا بتعمل والناس
بجد والله. والله ما اعرفش يومها. وانت كسوبرفايزر بقى بتلسوع انا واقف اضحك بقى، انا بضحك لان انا شايف في سيرك حواليا كان معانا والله شويه عيال والله احلى حاجه دي. وهي كانت طيبه والله العظيم برضو جميله قوي. توفى ما عملتش حاجه. لا دي كويس دي كويس ربنا يرحمها. قلت انت قتلهم انت. لا حبيبي توفى ربنا يرحمه. طب مبسوط بقى بالقرار يعني؟ انت حاسس دلوقتي ان انت بقى يعني ده كان قرار صح اللي انت عملته ده؟ بص في حاجه ربنا بعتها لي يوم ما استقلت. المفروض انا البنوك فيها نظام بتاع البروفيت شيرنج. انت لازم تبقى اجتماع الجمعيه العموميه يوم 30 اخر يوم في شهر 3 ويوم 1/4 بيديك البروفيت شير بتاعك. ايوه. في بعض البنوك او بقت اغلبيتهم دلوقتي لو انت استقلت قبل اجتماع الجمعيه العموميه بيوم مش تاخد بروفيت شير، مع ان انت حضرت السنه اللي قبلها كامله. أيوة. بس هو مش هيديهولك. فانت عملت كده؟ مش مشكله واحنا مرتضيين بده، مفيش مشكله. انا عملت كده واستقلت في شهر 12 2021. والميعاد الجمعيه كان امتى؟ شهر 3. بس هم كمان كانوا بيعملوا حاجه لذيذه قوي، كانوا بيدونا حاجه اسمها بروفيت ان ادفانس. كانوا بيسلفونا جزء من البروفيت كانها مشي حالك مشي حالك ونخصم نقطع كله من بعضه وتاخد اللي باقي لك في الاخر. بس لو مشيت قبل هتجيب اللي انت خدته، تدفع اللي انت خدته. كان سبحان الله دفعت الفلوس ساعتها. يعني طلبوه؟ طبعا ما احنا متفقين. طب لو انت ما كنتش جبت سيرته مش كان ممكن ينسوا؟ لا يا لهوي ينسوا والله كان مبلغ كبير قوي يعني كان ممكن يعدي. كان كويس ساعتها. لا مبلغ كويس. ما هو الحمد لله كان طيب مرتب كان كويس محترم قوي. فدفعت. سبحان الله بعديها جالي اعلان بنك في التلفزيون، بنك تاني في التلفزيون. قابلت الناس وانا بصور قالوا لي انت لو ما كنتش استقلت ما كناش هناخدك نفس قيمه الفلوس اللي اتاخدت مني. قلت خلاص هو خلاص ربنا علامات. خلاص دي بتبقى علامات. كنت لسه ساعتها لحد الوقت ده مذبذب. انا قراري ده صح ولا غلط ولا ايه؟ تمام. سبحان الله. شكرا. طب انا بقى السؤال اللي عايز اساله لك، انت بقى لما حياتك كلها اتغيرت كده من واحد اكتف جدا، انت اكتف ما زلت، انت ما شاء الله مش اي حد على السوشيال ميديا يعرف يعمل اللي انت بتعمله. يعني في ناس كتيره مش فاهمه ده. يعني في ناس كده فاكره ان انت بتبقى قاعد فتتقلب على التيك توك او على الانستجرام فتلاقي فيديو دمه خفيف فتروح فاتح وايه تقول لك كلمتين عليه. لا مش كده. لا هي مش كده خالص. هي مش كده خالص. ده كل حاجه بجدول بمواعيد بتوبكس معينه. البصه دي هي اكتر حاجه بتجهدني عشان تبقى عارف انك تدور على ماتيريال، ان انت تدور ويجي. لان انا بصحى الصبح بلاقي كل يوم مثلا 100 منشن على كل بلاتفورم. بقول لك فكره اختيار التوبكس وسهوله ان انت تمانج الموضوع ده. لا بتاخد وقت. تاخد وقت كبير طبعا. تاخد وقت، وان انا ابقى عارف هعمل ايه واتكلم في ايه وايه اللي بيريليت اصلا اللي متماشي اليومين دول مع الاحداث او الربط بقى كل ده. والربط وان انت تبص على الفيديوز وتنقي، وفي حاجات بشوفها بتعجبني جدا وما اعملهاش. ما تقدرش تعملها. لا مش هعملها. تدخلك بقى في قصه سودة فاهم. أيوة. انت ممكن تخيل. طب بتحس بقى اختلاف الناس لرايهم في حاجه السوشيال ميديا؟ يعني السوشيال ميديا الذوق العام بيتغير، الدنيا بتتغير. انت قادر تواكب ده؟ انت حاسس ان السوشيال ميديا هي اللي بقت متحكمه دلوقتي ولازم تبقى انت عارف بتتغير بشكل عامل ازاي؟ بس هي السوشيال ميديا لا مش متحكمه قوي يعني. برضو في مش متحكمه بس ليها تاثير. ليها تاثير طبعا مش قليل. واراء اللي وذوق الناس انت مش تقدر تتحكم فيه. انت تحاول بقى تتقبل منه اللي ينفع نتقبله وتحلق للي مش هينفع. ايوه. الكلام معاك ياخدنا ممكن نقعد ساعتين، ونسيتني ان هو البودكاست اسمه على الاسفلت. ليه علاقه بالعربيات. على الاسفلت. مره كنا مسافرين ده زمان قوي الكلام ده سنه 2000 باين. وابن عمتي هو اكبر مني بسنه، فهو طلع رخصه وبقى معاه عربيه قبلينا كلنا بسنه. فهو كان تامم 18 واحنا لسه 17 وفي ناس 16 وكده. فقال لي اسلام عايزين نزود ميه للعربيه. قلت له يا باشا من عينيا يا باشا نزود يا باشا. بلاليس كلنا ما نفهمش حاجه. قمت فاتح الكبوت نزود ميه. تمام. قفلنا الكبوت يلا نتوكل على الله. طلعنا على الطريق الدنيا زي الفل يا باشا. وصلنا عند البوابات خارجين خلاص من طريق مصر اسكندريه، والعربيه كانها فاهم بتشرب فيب بقى فاهم يعني. الدخان دخنا على الاسفلت. احنا بقى فاهم احنا متسوحين بقى فاهم. انت اللي زودت؟ انا اللي زودت. هو بقى ايه نازل والله جميل قوي. فتح الكبوت
بسيطه، احنا قدام الراجل بنقطع المفروض تذكره، فاهم؟ احنا قدامه. اسلام هات الغطا. بقول له غطا ايه؟ غطا ايه؟ قال لي غطا القربه. انت زودت ميه بس ما قفلتهاش. ما قفلتهاش، حطيتها جنب انا فتحت حطيت فكيت القربه حطيت بجد والله. والله العظيم. طب والميه بقى طبعا. طب الدنيا بقى فارت بقى، فاهم؟ هو اصلا ازاي عرف يفتح الكبوت اصلا؟ فتحه، ما اعرفش ازاي فتحه، ما اعرفش فتحه ازاي. وفقط بقى نص وشه. القربه كانت في الجنب والقربه بتفور طبعا. وقال لي بسيطه ان شاء الله. بس ركنا على جنب، ولاد الحمام بقى ايه، الناس اللي بتقف لك على الاسفلت دول بيبقى فيه منهم الناس جدعان قوي والله. يا لهوي. جالنا بقى واحد قام جايب فوطه وقام بتاع وقفل القربه بيتنا بقى. انا رجعنا. هي سخنت. سخنت العربيه، جابت جوان بعد كده يعني بقى التطورات بقى. فضلنا على الاسفلت 3 ايام بس بقى. انت كان دي هفوه منك. انا اختي عارف نوها انت. طب ابويا برضو قال لها انزلي زودي ميه مساحات. ولا كانت ميه رادياتير. فضت في الزيت. حلو قوي. طبت الزيت. حلو قوي. وهو كان نازل خارج بقى. فلاقيها واقفه كل ده واقفه. فلا انت بتعملي ايه؟ قالت له ده خدت ميه كتير قوي. انا لغايه دلوقتي مخلصه 4 ازايز لتر ونص مش عايزه تخلص. قال لها انت زودتي فين؟ انت عملتي ايه؟ انت اصلا بتحب العربيات شويه. انا بحب العربيات قوي صح. بس ليه مخبي انت بدات تظهر الموضوع ده. بس انت بتحب العربيات. فانا عايزك الاول تقول لي زي ما السوشيال ميديا عملت تحول في حياتك. انا شايف برضو ان هي اتحولت في موضوع العربيات. يعني زمان كانت الناس ممكن ايه طريقه شراء العربيات كانت مختلفه عن دلوقتي. انت بقى انت بتخش على الابلكيشن لو مثلا عايز تشتري عربيه، تخش تشوف عربيات مستعمله. شايف الموضوع ده انا دايما بجد والله مش عشان احنا قاعدين هنا، انا دايما الريفرنس بتاعي بدخل اشوف افريج الاسعار على دوبيزل. بجد والله العظيم. والله بجد والله مش هزار. بشوف الافريج هناك فعلا. عايزين اقولها تاني كمان مره. بشوف هتزوده في ده بجد والله. عايز فلوس زياده. ما انا لازم اصل خلي بالك في ناس كتير تبقى فاكراني ان انا مرجع السيارات اللي هو ايه. لو انا عايز اجيب عربيه اكسنت موديل 2013 ماشيه 40 تعمل كام؟ فاللي هو انا مش عرفني. فانا لازم اخش اشوف. هم في 2 ابلكيشنز بدخل عليهم، دوبيزل وفي ابلكيشن كمان بدون ذكر اسماء. مش حلوه بقى، مش حلوه مع كلها مشاكل الابلكيشن. دوبيزل دايما لان بحس ان عليه الرينج كبير. أيوة. رينج كبير قوي، فانت تقدر تدور الفلترز كمان لذيذه قوي اللي فيه. فتقدر تدور. فبشوف. فانت ما زلت لسه بتدور بالطريقه يعني ما بقتش بدور بالطريقه التقليديه. في جروبس على فيسبوك. على حسب بقى نوع العربيه اللي انت فيها، بيبقى جواهم حاجات لذيذه، وبيبقى جواهم تقدر برضو تبني كده وجهه نظر احنا فين. اللي مستعمل حالته ايه، يبقى عامل كام، تقدر تعرف يعني. تكون انت برضو بالخبرات بقى. برضو ما انت اكيد انا بعت واشتريت برضو شويه، مش كتير قوي، بس بعت واشتريت عربيات كتير. وانت عشان بتحب العربيات. عشان بحب العربيات بقيت اعرف يعني اعرف كده. لا وبعدين اكتسبت خبره كمان من ابو زماره اكيد. ابو زماره ده حبيبي. والنبي احكي لنا على ابو زماره ده لان ده اكتشاف. ابو زماره حد شاف المحتوى بتاع اسلام مع ابو زماره ده. والله العظيم انا يعني بحبه. انا بحبه. هو دمه خفيف، وبعدين هو بيتعامل ان العربيه فعلا فابريك. يعني هو بيعاملك ان انا جايب لك بقى حاجه لقطه لوحه لوحه فنيه. ويقول لك طبعا هتسالني عن الموتور. الموتور اهو بره الحوض. الموتور مرمي بره. المكنه والفتيس فيه اهو مفيش حاجه ناقصه يعني. فانت حبك بقى العربيات ده. انا بحب العربيات قوي. احنا كمان اصلا من احنا اصلا من المنصوره. وخلاني ركيبه كمان يحبوا يتاجروا يعني. حتى كل واحد بيشتغل شغلانته. بس دايما تلاقيه مثلا شاري مرسيدس بيبيعها، تويوتا كرولا بيبيعها، هيونداي بيبيعها. يعني في ماركات كده. وانا اتعلمت الموضوع ده منهم. اوكي. يعني حتى لما حد يجي يسالني احنا بنسمع 4-5 ماركات كده، حاول تبقى جواهم ما تخرجش. اللي هم انت اصلا لو جيت تبص على الماركت المصري هتلاقي الماجوريتي راكبين الكلام ده. ايوه فاهم. فهم كانوا كده. فانا طلعت بقى لا انا احب العربيات ونركب برضو جوه ال4-5 موديلات دول. وممكن اطلع براهم، بس ابقى عايز ابقى دايما جوه دول. اوكي. لان كمان انت لما تيجي في الريسيل هم بقى انا اتعلمتها للاسف من وجهه نظر الريسيل، عشان الموضوع فيه تجاره. بس انا بالنسبه لي مش تجاره، بس هم كانوا كده فتعلمت منهم. لا هو كمان السوق شكله اتغير خالص في السنتين اللي فاتوا دول عن دلوقتي. موضوع هي خلاص العربيه زمان احنا ما حدش كان بيفكر اصلا فكره التجاره.
ولا انا اللي كنت غبي ولا ايه؟ انا مش عارف، بس انا حاسس ان هي لا ولا انا هي كانت طول عمرها كده، العربيه بتجيبها وبتركبها وبتخسر فيها وبتبيعها. اتبسط فيها ما هو احنا اللي كنا درسناه في الجامعه اللي هو الديبريشيشن او الاهلاك، اللي احنا ما كناش نعرفه حاجه اسمها الابريشيشن، ان العربيه ده ما حدش درسه ده. بس هو ما كانش بيطبق على العربيات غير عربيات معينه. بس حصل بقى احنا في مصر احنا البلد الوحيده اللي كده، يعني في عربيات معينه ممكن يبقى فيها ابريشيشن، زي العربيات مثلا النادره، العربيات اللي هي مطلوبه قوي قوي والانتاج بتاعها قليل بالزبط. لكن دلوقتي الابريشيشن على الكورولا حصل في ماركات كتيره قوي 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 قوي. بس والله انا ستيل لحد النهارده قصه التجاره بعيد عن ما تاجرش. او على فكره انت ليه بتقولها باسلوب زي ما تكون انت شايف ان خالص بالعكس حقك يعني انت راجل نجم واشتغلت على نفسك وتاجر. اتاجر في حاجه تانية، بس العربيات لا. انا لحد النهارده انا احب اشتري عربيه هركبها واستخدمها شويه واخسر فيها وابيعها. انا كده انا كده. بس هو بقى في ناس اعرفهم بدون ذكر اسمائهم، ما يبقوا عارفين نفسهم لما اتكلم عليهم، صحابنا وانت تعرفهم برضو، بيركب بذكاء. يعني هو بيركب وبيستخدم بس في نفس الوقت ما يخسرش. انا ما بحبش كده، انا دول مش ركيبه، بس اللي هو ايه بتحافظ على قيمه الفلوس. نوعيه من الناس انا بحب دايما عربيتي تحت رجلي. يعني مثلا مش تخلق بينك وبينها مش علاقه. اقول لك مثلا ايه عدي عليا واركب معاك، لا ما تحبش كده. لا يعني احنا يوم الاثنين الجاي انا اعدي عليك، انت تعدي عليا. انا اعدي عليك، اجي وراك عشان ما اخنقكش، افرض عندك حاجه بعدها. لا عادي. ما هي المشكله بقى ان انا ببقى قلقان من كده. ايوه انا كده. فانا عموما لما بركب العربيات، يعني انا ما فيش عربيه اتباعت اقل من 150,000 كيلو. ياه في سفر بقى الكلام ده شغال في القاهره شغال، يعني اي حاجه انا عايز العربيه معايا. ايوه فاهم. فانا بركب العربيات، فانا بجيب العربيه وبتستمتع بالسواقه. بتحب بقى تنزل تسوق كده ولا ده بالنسبه لك لا ما بقتش زي زمان. بتحب السواقه في مصر؟ لا يعني خلي بالك انا عندنا اعرف رايك في اللي بيحصل. خلي بالك انا زمان احنا كنا ساكنين في عين شمس منطقه زحمه قوي. فانا خدت اي توك ماي شير زي ما بيقولوا، خدت نصيبي من الزحمه وشغلي كان في التحرير. فانت مش متخيل بقى الضربه اللي انا بضربها دي عامله ازاي. طبعا. دلوقتي لما عزلنا والدنيا ورحت في اماكن فاضيه وبتاع، بس انا خلاص انا فقدت شغفي للسواقه بجد ايا كان. لا ببقى مبسوط وانا راكب جوه العربيه، بس مش عايز اسوق كتير. خساره. ما انا سوقت. بس انت ممكن تكون ما سوقتش لسه عربيات ممتعه في السواقه. يعني ما فكرتش في الموضوع، جربه قبل كده؟ يعني ايه اسرع عربيه ركبتها في حياتك، او مثلا سوقتها او خدت فيها لفه؟ سوقتها اعتقد كانت 340 كانت بتاعت حد تعرف؟ بي ام بتاعت حد من اصحابي. جربتها؟ سوقتها وحسيت ايه؟ انبسطت منها؟ وسوقت مره اس ال كي. قديمه ولا جديده؟ كانت ساعتها كانت جديده. ساعتها كانت جديده. سوقتها برضو؟ سوقتها كانت بتاعت بس اللي هو السواقه العاديه مش سواقه المتعه. لا مش سواقه المتعه بقى. لا وانا بحب الطرق. يعني انا احب اسوق على الطريق، بالذات لو معايا عربيه قويه احب اسوق على الطريق. شايف الاسعار لسه عندك امل في موضوع اسعار العربيات ده؟ شايفه ازاي؟ يعني شايف ايه امل ايه؟ ترخص؟ امل ماتت يعني. مين امل؟ والله العظيم بجد. لا يعني اسعار، شايف الاسعار بقت عامله ازاي؟ تعليقك ايه على الموضوع ده؟ لان انا اسعار واجعني قوي. انا اليومين دول بحاول اجيب عربيه. انا اصلا نفسي في المجمل لما بحاول اجيب حاجه يبقى معايا فلوس من غير ما افكر. كان نفسي قوي في الموضوع ده، مش عارف ليه دايما الحاجات الكبيره. لا هنقسط بقى وكده. لا ما انا بخاف من، انا عندي اصل عشان برضو انت راجل جاي من خلفيه اقتصاديه. لا انا ما بفهمش في الحاجات دي خالص، ما بعرفش، مش مدبر. احنا هنحط ده هنا عشان يجيب لنا كده، فاحنا نعمل كده، فبعد كده نقفل الفلوس. لا دي كانت حياتي، دي اكسل شيتس وبنحسب ما اعرفش بعمل كده خالص. كنت بعمل كده كتير. ما اعرفش اعمل كده خالص. فانت شايف ان القسط هو الحل دلوقتي في الاسعار؟ طبعا. تحوش حته ومثلا تعمل جمعيه حته كمان وتقسط شويه. طب انا دلوقتي في لعبه. يلا. طيب شويه علامات مروريه نعرف كده انت جاي لك يا هم 5. يلا يا باشا. سالوني فيهم قبل التصوير، عرفت 3. ماشي اوكي يلا. دي بالنسبه لك ايه؟ دي منحنى خطر او انزلاق، العربيه تتزحلق. منحنى خطر غالبا. اختار. منحنى لا في زحليقه امامك. يعني ايه في زحليقه؟ امامك زحليقه. امامك زحليقه اتزحلق. امامك تعويمه، يعني في تعويمه جايه. في حاجه تعويمه ايه؟ لا مش تعويمه دولار، تعويمه ارض. يعني قصدك ان ارض بتزحلق؟ هي دي ثانيه واحده، دي علامات مروريه صح؟ علامات مروريه. تبقى انت ماشي لقيت العلامه دي في وشك، تتوقع ايه اللي داخل عليك؟ داخل على ارض مثلا ممكن يحصل فيها زحلقه، او داخل على ملف ممكن يعني يحصل فيه زحلقه. سطح منزلق مثلا، مزيت.
ماشي ما خلاص هو صح لو كده يشيلوا الزيت مش خلاص، عارف. أوكي. طب بدل ما دي؟ يحطوا دي حاجه ويند، دي حاجه ليها علاقه بالرياح. انت تترجمها ايه؟ بس هي ممكن تمشي قلم رصاص برضو، فاهم؟ هيحط لك بس قلم رصاص بس يحذر الاطراق، ثقب الاطراق. لا، اللي هي حاجه ليها علاقه باتجاه الرياح، يعني غالبا اتجاه الرياح كده. ماشي. انا لا، دي معناها ان دي منطقه فيها رياح جامده. ماشي. يعني الهوا جامد. اه زي كده وانت داخل على الجونه كده تلاقي العربيه بتحدف حاره لوحدها. ايوه صح. ماشي صح. طيب. مطبين ورا بعض، منطقه مطبات يعني. منطقه مطبات؟ لا، هي طريق غير ممهد. غير ممهد يعني قصدهم يقولوا طيب المنطقه دي بيعدي فيها حيوانات أو بريه مصمت او حاجه. او مصمت ممكن. صح. حيوانات بريه او يحرش دم. مرعى. لا لانه مش يحرش دم بيذبح. لا لا ايوه بيذبح. بيحب يذبح كتير، فهو ده بيته على ما يملي بيته. ماشي. دي بقى فيها تويست، فخلي بالك. ده شريط قطر سكه حديد. اللعيبه. انت عارف اصل انا مشكلتي ده سور جنينه. ايوه، اصل هو ليه عاملينه من فوق عامل زي السور؟ عشان انت ما بتخرجش بره كومباوند كتير يعني. انت محتاج تشوف الشمس. والله العظيم انت مشكله. طب قبل ما نختم عايزك تقول لي ايه اكتر فيديو عملته في حياتك بتحبه؟ يعني بالنسبه لك. انا اقول لك فيديو ليك انت، انا بعشق الفيديو ده، ليه ممكن أنا؟ اتفرج عليه 100 مره. يوم ما عملت انبوكسنج، مش فاكر كان باعتين لك شامبو ولا ايه، والبتاع الفل ده وقع في الارض. كان الجزمه. كان الجزمه. ده من زمان، ده من اوائل الفيديوهات. لا الفيديو ده يعني ممكن يجوا قدامي اشوفه تاني عادي. لا انت عارف ده الفيديو ده السبب اللي عرفني على احمد حلمي. الفيديو ده يعني احمد حلمي اتعرف عليا بسبب الفيديو ده. الفيديو ده حلو قوي، والفيديو ده كان طبيعي جدا. حتى انت لما الفل طار وقلت مراتي هتبهدلني. طب صعب، انا عارف السؤال ده صعب عليك، بس ايه اكتر فيديو او من اكتر الفيديوهات او من اكتر الحاجات انت بتحب؟ يعني مثلا بالو، ولا اخويا وليد واختي نعمه؟ بالو اول فيديو او تاني فيديو ليه انا عملته بحبه جدا. لا مش ده مش ده. انا عارف الفيديو بتاعك انت ويحيى. مش ده، كانوا بيعملوا سكتش كده ان بالو اتضرب. ايوه راح الشارع ولما نط من على كان في دكه في الشارع. انا بحب قوي الفيديو ده. ايوه وفي الفيديو بتاع نعمه وليد ده اللي هو حد بتردح له ده. انا بالنسبه لي احلى حاجه فيك بعشقها، وتالي دي اول مره تظهر كانت في فيديوهات بالو. ان انت يعني انا بتابعك من زمان، اول ما بتضحك انت والله العظيم يا اسلام من الناس اللي بتفرق في نفسيتي. حبيبي حياة ربنا، وفي نفسيه بقى ناس كتير قوي. حبيبي قوي. وانت طيب قوي، يعني محتاجين نشرس سنه. ناكل كبده نيه. تنورت على الاسفلت. ودوبيز ده كان بودكاست على معلوماتك، عشان انت لو عايز تعرف احنا بنعمل ايه. ده كان المفروض بودكاست، يعني احنا هنعمل معاك اي حاجه. هينزل على اي حاجه على اليوتيوب، هينزل في حته. ينزل بس انا مش متاكد هينزل فين. ينزل بس هبلغك قبلها. ماشي. نورت الدنيا حبيبي قلبي. احنا حلو عايزين نعمل رياليتي شو بقى. عايزين نعمل رياليتي شو ننافس بيه. ننافس يا باشا، وما تخافش الاسم عندي بجد. انا في اسم عندي مش هقدر اقوله لك، بس انا محضر. هقوله لك بعد ما نقفل الكاميرا. محضر انا بجد. الفوزي فايز عملت انا. الفوزي فايز بس سواء انت عايز او مش عايز. الوكيل واكل. حبيب قلبي، ربنا يخليك والله. قفلنا. خلصنا خلاص.